هاي، النهاردة الخميس 24 جولاي ومعاكم من نبطشية تانية ومغامرات النهاردة مغامرات امتياز. نكمل في سلسلة مغامرات امتياز. مغامرة النهاردة هي ان في جهاز كده عندنا في المبنى بتاع اونكولوجي، اللي هو بتاع كانسر بيشنتس، والمبنى ده هو اللي انا بخدم فيه، يعني شغالة فيه الشهر ده. الجهاز ده بيشفط او بيقرا كل البلود سامبلز بتاعه المبنى ده، تمام. بيشفطها بايه، او يعني بياخد البلود سامبلز دي اللي هي عينات الدم دي، بياخدها بايه؟ بياخدها بحقنه كده، حاجه شبه حقنه بيشفط بيها الدم. وبعد كل عيان ولا بننضف ولا حاجه، يعني احنا بنحط كده في الجهاز عشان يعني ده ايه، مش محتاج ان هو يتنضف بعد كل عيان، هو that's how it works. المهم، فالحقنة دي دخلت في ايدي النهاردة، دخلت في صباعي، مش بس كده، هي دخلت ديب كمان لدرجة انها وجعت. يعني انا اللي هو صوتت كده حاجة خفيفة، فاهمين؟ اللي هو يعني كانت وجعت، تمام. المهم يعني ف وجعت وخرت دم جامد، اكشلي قعدت تخر دم وكده. المهم انا يعني تقريبا في اللحظة دي كنت وعي غايب، او كنت في عالم موازي من الاعلام بتاعتي اللي انا بدخلها دي. المهم بعدين قلت ايه، انا كل اللي في بالي ان خلاص، لا انا عايزه اخلص وامشي، يعني عايزه اخلص النبطشيه دي. ابتدى الشغل يزيد ساعتها، في الوقت ده كان الشغل ابتدى يزيد جامد، والناس ابتدت تروح. انا نبطشيه ف 24 ساعه انا اللي فاضله، وايه، والشغل ايه ابتدى يتراكم، هيتراكم عليا انا بس. فدي الباك جراوند. كل اللي انا كنت قاعده بفكر فيه ان انا فعلا عايزه اخلص وامشي، مش عايزه اي تضييع وقت، عايزه اخلص كل التاسكس اللي هم بيدوها لنا، عشان احنا كطلبه امتياز احنا برضو يعني اعتقد تعريف مناسب جدا لطلبة الامتياز هو ان هم عبيد. يعني هم مش بس، هم مش طلبة ولا هم بيشتغلوا ولا هم دكاترة، هم عبيد، slaves، تمام. المهم، فروحت، يعني ما شاء الله حاجة يعني غريبة جدا، سبحان الله، نزل عليا ايه كده هدوء غير عادي. اللي هو قابلت واحدة كده طالعة انا معرفهاش، دكتورة تقريبا، انا شاكه انها دكتورة او نيرس، والله ما عرفتش حتى افرق. قلت لها بقولك ايه، انا حصل كذا كذا، هل يحصل حاجة يا ترى؟ بس كده، اللي هو انا ببص لها وانا صباعي في دم، اصلا ما مسحتش حتى الدم، كنت نازلة يعني رايحة عشان ادخل الحمام واغسل ايدي، واللي هو ولا مستعجلة ولا اي حاجة كده. المهم انا بحكي بتفاصيل، يعني اللي هو عشان بجد انا لحظه زي كده انا عايزه اسجلها، واليوم ده انا عايزه افتكره. اليوم ده انا مش هنساه. هنتقم. المهم، فبعدين قالت لي يعني انا لو منك بصراحه لا اروح بسرعه وكده، يعني كانت جينيوين معايا بصراحه وكده، اروح بسرعه للطوارئ واعمل واقدم شكوى حتى، واعمل كذا كذا كذا، واخد تحاليل دم. المهم انا قلت ايه، انا في بالي رديت قلت لها طيب ماشي. انا رديت طبعا في بالي اللي هو لا، دي حاجه هتاخد وقت، انا عايزه اخلص وامشي، مش عايزه اي حاجه تاخر وقت تخليص التاسكات دي. بعدين انت عملت ايه، رحت قلت بقى للي هي المسؤولة عندنا، الشيف ريزيدنت بتاعت الدور، السينيور ريزيدنت اللي مسؤولة عننا، تمام. السينيور ريزيدنت اللي مسؤولة على النايبة، المسؤولة على الدور اللي انا بخدم فيه. الدور اللي انا شغالة فيه، مقصورة فيه، تمام، عشان انا ايه، مقصورة، انا مش بشتغل، انا مقصورة، انا اسير. ايه، رحت قلت لها بس انا عشان اجنبيه وكده فالاجراءات بتاخد وقت. انا ما اعرفش انا ليه قلت جمله زي كده، يعني بقول لها عادي، انا متوقعه ان هي شخص بني ادم طبيعي يعني. فقلت لها ان يعني انا كنت عايزه اقول لها ان الموضوع هياخد وقت، مش عشان ان انا اقول لها عايزه اجل الموضوع، لا، كنت بقول لها انه يعني عشان for your info يعني، بس عشان تعرفي بس، تمام. فقامت قالت لي ايه، قالت لي لو الموضوع هياخد وقت ان عشان يعني يسجلوني ويدخلوني ومش عارفه ايه حاجات كده، يعني عشان اجنبيه فالموضوع بيبقى مختلف شويه. فقلت لها انه ممكن ياخد وقت وكده، انه انا يعني عشان قلقانه، فاللي هو انا كنت عايزه حاجه سريعه، هو ده اللي في بالي، هو ده اللي في قصدي.
تمام، وانه برضو for your information يعني برضو at the same time. المهم فبعدين قامت قالت لي طيب لا لو هي قالت لي طب روحي، طب اغسليها بسرعه بالصابون مش عارفه ايه وروحي طيب للطوارئ. بعدين قامت قايله لي ايه، لا طب لو هياخد وقت خلاص انتي بلاش دلوقتي، عشان كده ممكن ياخد يجي 3 ساعات او حاجه، بلاش دلوقتي انتي لو كده روحي دلوقتي، روحي انه دلوقتي يعني اغسليها بس كويس قوي بالصابون ونضفيها، وبكره الصبح قبل ما تمشي قبل ما تروحي يعني على طول ابقي روحي للطوارئ وخليهم يسحبوا منك دم ويشوفوا تحاليل، يعني يشوفوا ال HIV والهيباتيتس وكده. ماشي، وانا وافقت. ماشي يعني it doesn't end here، لا وانا وافقت. وانا يعني بصوا انا ما كنتش متخيله ان هي فعلا ازاي بتقول حاجه كده بطريقه very كده اللي هو very neutral، اللي هو عادي يعني قشطه عادي، دي حاجه بتحصل كل يوم، ان فيها ايه حاجه حصلت لك زي كده عادي، فيها ايه يعني ان تروحي بكره تاجلي الموضوع، ما مش حاجه طارئه، المهم الشغل، المهم الشغل اللي وراكي يا عبده بجد. يعني انا ما توقعتش ان هي فعلا وحشه. انا البنتي انا الريزيدنت دي اصلا انا متخيله ان هي بالعكس طيبه وكويسه عادي، ما كنتش متخيله ان هي يعني بتتعامل كده. المهم ففعلا سمعت كلامها زي الغبية، سمعت كلامها عادي تمام فعلا انا معاكي. انا اصلا من جوايا رديت عليها قلت ايه انا معاكي، انا مش عايزه الموضوع يطول. رحت مسحت فعلا غسلتها بالصابون. المهم حتى بعد ما غسلتها كانت بتكمل تخر دم، فبوريها لها فبتقول لي طب امسحيها تاني وبكره الصبح اوعي تنسي تروحي. يا نهارك ابيض يا نهارك ابيض. يعني انا دلوقتي وانا بحلل الموضوع بعد ما الموضوع ده حصل بساعتين ب4 ساعات تقريبا، انا قاعده بحلل الموضوع، ايه ده ازاي. المهم انا بجد يا جماعه مندهشه at this moment بجد، انا مش متخيله ان في ناس كده. المهم بعدين قلت لها طيب تمام ماشي وكده، ورحت فعلا كملت التاسكات اللي هي مديهاني. عبيد، انا عبيد 100 بصراحه، يعني انا فعلا عبيد يعني. المهم فقمت رحت كملت التاسكات بالفعل. بعد ما خلصت التاسكات بكلم اخويا عادي كده، بحكي له عن يومي عادي very cool، اللي هو ده حصل كذا كذا كذا، وانا اللي هو باخد بريك من نفسي كده، اللي هو انا ما كنتش ناويه فعلا ان انا اروح اعمل تحاليل الدم دي. اخويا قعد يزعلي، اخويا كمان دكتور ماشي، فهو فاهم ان قد ايه خطوره الموضوع، والموضوع فعلا خطر. قال ايه اللي انت عملتيه ده، يعني ايه يعني الموضوع ده حصل من ساعتين، كان ساعتها عدى ساعتين على الموضوع. قلت له انا رحت اعمل الشغل اللي عليا عشان مش عايزه الشغل يتراكم لبالليل قوي، لان انا لو كنت رحت الموضوع كان هياخد وقت، ولما ارجع كان هيكون في شغل كتير متراكم عليا انا، فكنت عايزه اخلصه. فقال لي انت ايه اللي انت بتقوليه ده ومش عارفه ايه، وصحتك اهم حاجه، ويعني ايه ودي في ناس بتروح فيها ومش يعني. هو كان بيأفور برضو عشان يخوفني، وبالفعل خوفني جدا لدرجه ان انا اترعبت، انا مش خفت انا اترعبت. قعد يقول لي ده في واحده مش عارفه كانت معانا في المستشفى وحصل لها كده، ومش قاعد بقى يحكي لي يعني ان هو حاجات بس. فالمفاجأة بقى ان انا الموضوع ده حصل لي قبل كده، بس ما كانتش بالخطورة دي، كانت حقنة من عيان واحد بس، مش من دورين ولا من مبنى كامل، من دم مطرح مبنى كامل عيانين، يعني definitely حد من العيانين عنده. انا I still didn't check بصراحة، I still didn't check على السيستم لو العيانين اللي عندنا positive ولا لا، لو اي حد عنده positive، لان انا كنت خايفة يعني بصراحة. المهم وما زلت خايفة. المهم فبعدين اما قعد بقى اخويا، يعني هو اللي خوفني بصراحة، وهو اللي خلاني ان انا اتشجع واروح فعلا، لازم اروح حالا. فسبت كل حاجة في ايدي فعلا ورحت كتبت لهم على الجروب بقى، كتبت ان انا رايحة الطوارئ دلوقتي وكده، وفعلا رحت خلاص الحمد لله. بس يعني الحمد لله. عارفين اللي مضايقني مش ان انا ممكن ابقى HIV positive بعد الشر، يا رب ربنا يحميني، ولا ان انا ابقى hepatitis positive بعد الشر برضو ربنا يحميني يا رب.
مش ده اللي مضايقني، على قد ما انا متضايقه على قد ايه هم بيعاملونا كعبيد، وقد ايه هي عملتها بطريقه عاديه جدا، اللي هو لا روحي بكره الصبح عادي، ما كانتش اللي هو يعني حتى وهي بتقولها كانت نايس، فاللي هو انا ما توقعتش ان دي حاجه وحشه، عارفين ان هو بيقولوا حاجه وحشه بس عشان التون وطريقه الكلام كويسه، فاللي هو انتوا مش حاسين ان في حاجه وحشه، بس دي مصيبه اللي هي قالتها، بس انا ما حسيتش ان دي مصيبه ولا حاجه، هي كانت عادي كويسه، دي حتى قالت لي اغسل ايدي فاهمين. بس ما توقعتش، ما فهمتش، لدرجه ان انا حكيت لريزيدنتس تانيين، شفت ريزيدنت راندوم كده قدامي وانا رايحه الطوارئ في الطريق، فجايه بحكي له، قال لي انت لازم تقدمي شكوى، يعني سأل حتى على اسم الريزيدنت دي، وقلت له اسمها وكذا كذا، قال لي انت المفروض انك تقدمي شكوى على حاجه زي كده، لان ده ما ينفعش. ف I didn't even know، يعني انا حتى انا اصلا وهو بيقول لي كده انا عارفين، قلت له ايه، قلت له بس دي عسوله قوي، عسوله ايه يا جنى، عسوله ايه بجد، اقسم بالله بس دي عسوله قوي، عمرها ما تعمل كده، اللي هو ازاي تعمل كده، انتوا متخيلين يعني بجد in this belief I am in this belief literally بجد انا مش قادره اصدق لحد دلوقتي. ولحد دلوقتي انا بصراحه موضوع الشكوى ده يعني برضو بيني وبينكم على اليوتيوب على كل المنصات وسبوتيفاي بقى في البودكاست، بيني وبينكم انتوا بس. انا مش عارفه بصراحه لو انا المفروض اقدم شكوى فيها ولا لا، لان برضو بصراحه خايفه ان هي تحط لي درجه قليله، احنا في الامتياز لسه بنحط درجات، لسه بيحطوا لنا درجات وكده، الدرجه كده كده خلاص قربت انها تتحط تمام، يعني انا قاعده ليترالي بشارك كل اللي بيدور في مخي، دي حاجه من الحاجات ان الدرجات قربت تتحط، مش عايزه يعني على ايه على الاخر تقوم تيجي بسبب شكوى تقوم ايه حطالي درجه قليله مثلا، دي حاجه. الحاجه التانية ان مش عارفه لو الموضوع فعلا مستاهل، يعني انا عارفه طبعا I know انه it sounds ان هو مستاهل، بس الفكره لو فكرتوا فيها يعني ايه اللي هيتغير لو انا قدمت فيها شكوى، ايه اللي هيتغير فاهمين، يعني حاجه بس هيكون اللي هو تعكير مزاج بس فاهمين، يعني ما اعرفش، حاسه ان هو بس تعكير مزاج وقرف ومشاكل ملهاش اي 60 لازمه، يعني ايه اللازمه طيب فاهمين. انا مش شايفه ان مش هيحصل تغيير، هو التغيير الوحيد اللي ممكن يحصل مثلا بعد الشر لو طلع اي حاجه بوزيتيف، فحتى مش الريزيدنت دي اللي هتتولاني او هتدفع لي مثلا التعويض او اي حاجه، لا اي حاجه هتحصل مش هيكون منها هي، فايه لازم ان انا اشتكي عليها ان هي قالت لي حاجه زي كده فاهمين قصدي. بس I don't know بصراحه، يعني دي حاجه برضو انا هفكر فيها، ولو هقدم شكوى بصراحه يعني ان شاء الله يعني لو هقدم شكوى هيكون most probably بعد ما الراوند يخلص، هو كده ان شاء الله قرب يخلص، فلو هقدم شكوى هيكون بعد ما الراوند يخلص بس. I don't know بصراحه، شاركوني ارائكم يا جماعه لو انتوا شايفين ان انا المفروض اقدم شكوى. غير كده يعني انا كل اللي انا عايزاه at this moment بصراحه ان انا اخلص الامتياز، وبقول كده وانا عارفه ان انا زي الغبيه ممكن بعد ما اخلص، عشان احنا الميموري بتاعتنا بتمسح كل الحاجات الوحشه، عارفه ان انا هقوم قايله ياه وحشني الامتياز والله كان مر بس حلو، كان عسل اسود، انا عارفه لان انا فيا الطبع الواطي ده، ان انا مش بس انا يعني ده البني ادمين عامه. بس فعلا يا جنى، يا فيوتشر جنى، لو انتي بتسمعي الحلقه دي، الحمد لله ربنا نجاكي من حاجه مقرفه بصراحه، ولا كانت سنه صعبه، كانت بصراحه سنه صعبه جدا، يعني انا عيطت كتير قوي، انا بجد عيطت كتير جدا، يعني انا دموعي نشفت من العياط. المهم مش عايزه اعيط دلوقتي يا جماعه، مفيش وقت اصلا، فعلا في شغل تراكم لما رحت الطوارئ ولسه راجعه يعني من شويه، وايه قلت قبل ما اطلع لهم قبل ما ارجع المبنى ايه اسجل، المهم ففي شغل اتراكم، مفيش وقت ان انا اعيط واصدع من العياط، وبعدين اقوم اقعد اريكفر وكذا، يعني مكسله بصراحه، بس المهم يعني لعله خير، طبعا لعله خير، الحمد لله، ده كله من رحمه ربنا، يعني اكيد ربنا بقى بيكفر لي عن سيئاتي، فالحمد لله. والنهارده ليله الجمعه، يعني احنا بعد المغرب قدس مومنت، فاحنا المفروض ان ده ليله الجمعه، فان شاء الله تبقى تكفير سيئات بقى كتير بقى، عدد كبير ان شاء الله يا رب، ويا رب يبقى تكفير سيئات من غير HIV بوزيتيف ولا هيباتيتس بوزيتيف يا رب ادعوني. انا حتى خايفه ابص بقول لكم
نتائج وعلى اي حاجة، يعني الحاجات دي ما بحبهاش خالص. المهم بس خير يعني. برضو اللي انا بفكر فيه، انا قاعدة في مبنى كلهم كانسر بيشنتس، فاللي هو هيكون ايه اسوأ من كده يعني؟ ما خلاص عادي هعيش بإن بعد الشر، بعد الشر ربنا يحفظني. بس شكرا، thank you for listening. و تعلموا من اخطاء التانيين. حاولوا ان انتوا برضو تتعلموا ازاي تتعاملوا، يعني حاولوا ما تحطوش نفسكم في حتة انكم تبقوا عبيد. دي انا دي ما عرفتش اعملها بصراحة. بحس احيانا كتير ان انا مش بعرف ان انا اتعامل في المواقف دي، يعني احيانا بيبقى من كتر الدهشة، واحيانا بيبقى من فعلا ان انا مش مستوعبة ايه اللي بيحصل. يعني انا استوعبت بعد ساعتين مثلا، literally بعد ساعتين استوعبت ان ده غلط، ده ما كانش ينفع يحصل، ده حاجة مش في محلها، وان التصرف بتاعها غلط. وهي مشيت، هي already مشيت خلاص. حتى ما اقدرش ان انا اروح اكلمها، وهروح اكلمها ولا ايه؟ هحاسبها ولا انت ازاي قلتي لي كده؟ اللي هو صباح الفل، انت جايه تقولي لي كده يا جنى يعني بعد ساعتين؟ فمين الرياكشن بتاعها هيكون ايه؟ انه انت جايه تفوقي دلوقتي؟ بس ما اعرفش والله يعني. اكيد في حكمة طبعا من ربنا، يعني حاجة زي كده برضو. الفكرة انها الحاجات دي يا جماعة، الحوادث دي لو مكتوبة لكم بتحصل كده كده، لان احنا كلنا كطلبة امتياز او كطلبة طب او كدكاترة. دي حاجة برضو انا عايزة احب اروج، لا احب يعني اقولها، ان احنا كلنا كدكاترة او حتى نيرسز. ما اعتقدش ان في نيرسز بيسمعوني، بس المهم يعني ان حتى نيرسز، اي حد بيشتغل وبيتعامل مع دم وحقن، انا متأكدة انه غصب عنه بيبقى واخد باله، لان دي حاجة يعني في الفطرة، وحاجة سمعناها كتير، وحاجة كلنا عارفينها، ان خلي بالك للحقنة تدخل فيك. فدي بتبقى ليترالي من ربنا. انا الموقفين يعني، انا بقول لكم انا حصل لي الموضوع ده مرتين، مرة في بداية الامتياز وفي نص الامتياز، يعني to be very accurate. في نص الامتياز حصلت، which means انها كان عندي خبرة already. وكان موقف تافه جدا، حركة هبلة جدا يعني. كانت ممكن لما when you analyze it يعني you can tell انه I can prevent it, I could have prevented it very easily. تمام، يعني حاجة كان ممكن ان احنا نمنعها عادي جدا، بس هي كده حصلت كده. ليه؟ لان هو حكمة ربنا يعني، دي فعلا بتكون جاية من ربنا. تمام، فدي برضو لو انتوا لسه هتبتدوا امتياز، او لو انتوا طلبة امتياز ولسه ما دخلتش في ايديكوا حقنة، ويا رب ان شاء الله ما تدخلش يعني اعرفوا ان هي بتبقى كده. يا اما مثلا الموقف التاني بتاع النهارده ده كان يعني ده اخطر كمان، وكانت ديبر. اول مره دي ما كانتش ديب، حتى ما قررتش دم ولا حاجه، كانت بس من السطح كده، كانت سوبرفيشال يعني. بس التانية، بس بتاعت النهارده دي كانت ديب وكده. كانت برضو حاجه انا بعملها يعني. بصوا، انا في اخر شهور الامتياز وهي حصلت لي، وانا بعمل حاجه يعني تافهه جدا، كانت يعني حركه انا نفسي ما اعرفش ازاي حصلت. المهم انتوا فهمتوا قصدي وتخيلتوا الموضوع خلاص، انا متاكده. فايه، الرساله وصلت، او اتمنى ان الرساله تكون وصلت. وبس خلوا بالكم من نفسكم، من ايديكم، من الحقن، وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. والحمد لله. بس ادعوا لي ولو عندكم نصيحه انصحوني. بس ثانك يو، باي.